وبرضه يفضل ما تعملش بقى تحميل بيانات كبيرة في السبلاش سكرين. نفترض افتراض ان الداتا مثلا اللي هي هتبدأ تتعرض دي هتتعرض في الصفحة دي، يعني مش اول حاجة هيشوفها اليوزر. طب ما انا ممكن اعملها ايزوليتد في الباك جراوند، وابدا اجيت الداتا ديت لو انا لازم اجيبها اول ما اليوزر يخش، اليوزر ما يحسش باي حاجه، اروح اجيب الداتا بكل بساطه وارجعها الابليكيشن وهيئها وابدا اعرضها لليوزر من غير ما يحس ان هي خدت وقت معين. يبقى فهمك للاماكن ان انا المفروض اكول فيها الاند بوينت، خد بالك دي مش امر بسيط. انا اعرف ناس حرفيا، والكلام دوت عن تجربة وكود ريفيو بعمله لبعض الناس، بلاقيه جه هنا مثلا في السبلاش سكرين انت عندك 10 اند بوينت، راح جاي منادي على 10 اند بوينت وقال لي اصل يا هندسة ممكن اليوزر يخش يتنقل بسرعة، فانا عايز احسسه ان هو مفيش حاجة بتحصل وان الابليكيشن سريع. السوليوشن ده غلط تماما، غلط بكل المقاييس. ليه يا هندسة؟ طبعا هو ممكن يكون صح في كيسز معينة وقليلة جدا ما واجهتناش قبل كده، ولكن الصح اللي انا مثلا هنا هدخل اليوزر هيبدأ يشوف البيانات الليتست